كروكي سامبل معتمداته من زمان. أول حاجة صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نبداو على بركة الله. بسم الله. لهنا درت 4 بيضات ونحيت منهم صفار بيضة باه نديرو فوق الكاطو. من بعد درت لها قليل من الحليب وخلطتها وحطيتها على جهة كما قاعدين تشوفوا. نرجعو للخليط تاعنا. لهنا درت قرصة تاع ملح وزدت درت مبشور تاع حبة ليمون وزدت ضفت لهم كاس سكر معمر وكاس زيت كما قاعدين تشوفوا. وخلطت الخليط جيدا بالباتير. تحبوا تخلطوا بيديكم عادي. هنا هاو بعد ما الخليط تبدل لونه وتخلط مليح سبتو السكر الداب. لهنا ضفت عليه قليل من الزبيب غسلته حطيته ينتفخ شويه وصفيته. لهنا حطيته مع الخليط كما قاعدين تشوفوا. ومن بعد لهنا نبداو نضيفو في الفرينه بشويه ونخلطو بلا ما ننسى. لهنا درت 2 ساشيات تاع خميره كيميائيه، 2 باكيات، الوحده تاع 10 غرامات. وبقيت نزيد في الفرينه ونخلط حتى تحصلت على القوام اللي نحوس عليه، تكون عجينه طريه وفي نفس الوقت متلصقش في اليدين. من بعد جبت البلاطو تاعنا حطيت فيه شويه زيت وحطيت درت 2 حربوشات كبار ضربه واحده وكما قاعدين تشوفوا طرحتهم شويه. ومن بعد درت لهم هكا زيكزاك هكا بالفرشيطه، كل وحده درت لها شكل مختلف. بعد جبت هداك الصفار البيض ودهنتها من الفوق بالصفار البيض. درت الكوش الاولى ومن بعد زدت عاودت بالكوش الثانيه باه ما يبقاليش، قلت نديرو خير كامل. وزينتها بقليل من الجنجلان وحطيته يطيب. وهذه النتيجه. قالت لي اختي كون غير خليتيه كيما هكا باك ما زدتيش طيبتيه على الجوانب. وانا جاتني في راسي قلت لها باه يجيني مقرمش احسن، الساعه طاب شويه زايد. بصح جا بنين يهبل. وهذه النتيجه النهائيه، كروكي طايب فار. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني في القناه وديروا لي شير ليصلكم كل جديد، وشكرا.